التحكيم انا مش هقدر اعقب عليه، بس في ضربه الجزاء اللي عادها الجون اصلا في القانون، يعني احنا درسناه في البي والسي وفي ان الجون بيتحرك بالعرض ما بيتحركش لقدام، فالجون اتحرك صح ومسكوا الكره، المساعد خد براي المساعد انه بيقول له الكره تتعاد، فراح عايدها تاني وجت جون بعد ما صدها الجون، فطبعا لغى مجهود الجون في الحته اللي عملها دي. لازم يعني بنتمنى له التوفيق وربنا يوفقه ويطلع على اللعبه تاني وربنا يوفقه ان شاء الله. بشكر ربنا سبحانه وتعالى على مكسب النهارده، بشكر اللعيبه الرجاله اللي ادت ماتش بشكل كويس، فالحمد لله يعني توفيق ربنا النهارده. مشاركه 10 انديه في كاس مصر بتزود العزيمه للوصول ان شاء الله. دي رساله لكل الانديه على مستوى الجمهوريه، عشان لازم الناس تعرف ان في شمال سيناء في كوره وكوره محترمه كويسه، بدليل 10 انديه اللي مشاركين في كاس مصر. دي مش هتلاقيها حاصله على مستوى الجمهوريه في اي بلد على مستوى الجمهوريه، مش هتلاقي 10 انديه مشاركه في كاس مصر. لاول مره بالظبط زي ما حضرتك بتقول ان 10 فرق دفعه واحده يشارك في بطوله كاس مصر من محافظه شمال سيناء. طبعا بيسري منظومه كره القدم في محافظه شمال سيناء، وبالتحديد يعني بالرغم من الظروف اللي تمر بها المحافظه، اللي انك تلاقي 10 فرق فاكيد رساله قويه تبعث هنا من شمال سيناء للجميع، في مش عايز اقول في الاوساط الرياضيه في القاهره، لا في جميع العالم، ان سيناء ستظل تمارس انشطتها الرياضيه برغم ما تعانيه من احوال امنيه صعبه، ولكن الرساله قويه. 10 فرق تشارك، 5 مباريات شاهدناها امس واليوم، 10 مباريات متتاليه، عفوا 5 مباريات ضمت 10 فرق. رساله قويه وقويه جدا جدا ان شمال سيناء لابد ان تعيش، شمال سيناء لابد ان تمارس انشطه، شمال سيناء لابد ان تكون موجوده على الخريطه الرياضيه. خليني اشكر الاول كل الناس هنا في الهوا، وبشكر صديقنا المحترم مخرج التنفيذ الاستاذ محمد صبري والاستاذ محمد العمري. يمكن احنا تقارير سينا دي كنا مصممين ان احنا نطلعها، محمد ابو شقره والمصور اشرف جميل ومحمد ابو شقره والمصور مراد حجازي جابوا لنا ماتش العريش واتحاد شمال سينا 2-1 لشمال سينا، ونجمة سينا 2-1 ومركز شباب رابعه، وصديقنا المحترم الاعلامي الكبير وصديقي الاستاذ ناصر عزازي رئيس اللجنه الاعلاميه في شمال سينا. انا وضيوفي سعداء ان من يحارب الارهاب ويومه بيبدا من 7 الصبح واخره 5 عشان حظر التجوال عشان الحرب بيلعب كوره، و10 انديه يا كابتن علاء بيلعبوا ممتاز بها. لا ده حاجه جميله بيلعبوا كاس مصر. الواحد التقرير الاخير ده خلى الواحد كده يعني تهز شويه بجد، يعني زي ما حضرتك تفضلت قلت الساعه 7 الصبح بيبتدي اليوم بتاعهم لغايه 5 وبيلعب كوره وماتشات واهتمام، و10 فرق في كاس مصر، و10 فرق، يعني احصائيه جميله جدا. ربنا يوفقهم يا رب ان شاء الله، ودي رساله فعلا، لان انا اصلا مرتبط بشمال سيناء. وكيل الوزاره والدك خدم هناك في المحافظه. قعدت فتره طويله هناك. انت عشت هناك يا كابتن؟ كنت بروح واجي كتير يعني. خلي بالك انا محظوظ النهارده، فقره الملاعب انت كنت شاهد على معاناتها، وكمان موضوع شمال سيناء عشت في شمال سيناء. انت كنت دلوقتي بتقول لي مين وكيل شباب الرياضه؟ حبيبك يا حبيبي انت وكيل وزاره الشباب والرياضه. يا بوتا بوتا ربنا يوفقك. بوتا نجم المنيا وكيل وزاره الشباب والرياضه، بنحييه وهيكون معانا على التليفون الحلقه الجايه. محمد فكرنا بنتائج كاس مصر كان وعدنا الناس ننفرد بيها. ماتشات الدور التمهيدي الثاني لكاس مصر لعبت يوم الاربعاء عندك؟ يوم الاربعاء الغردقه كسب راس غارب 3-0، شبان الغردقه كسب القصير 2-0، البليانه
اتعادل مع سكر ادفو 1-1 وتأهل سكر ادفو بضربات الجزاء. مركز شباب الحصاية خسر 1-0 من مركز شباب ادفو. السلام بإسنا اتعادل 3-3 مع قفط وصعد السلام بضربات الجزاء. عمار فرشوط كسب أخميم 4-2. العصيرات اتعادل 2-2 مع الوادي الجديد وتأهل العصيرات بضربات الجزاء. شبان الخارجة كسب أبو تيج 4-0. صدفة خسر 0-3 من شبان أسيوط. الوالدية كسب مركز شباب أبنوب 1-0. مركز شباب العدوة كسب مركز شباب القيس 2-1. دير مواس كسب 1-0 شبان الوسطى. أهناسيا كسب مركز شباب الوسطى 3-1. مطر طارس احنا سألناها. مطر طارس اللي حل لغزها الكابتن علاء. مطر طارس اتعادل 2-2 مع مركز شباب سنورس وتأهل مطر طارس بضربات الجزاء. شبان بداوي كسب مياه الداهلية 3-2. طلخة خسر 0-1. بدوي اسمها بدوي. ابا تعالى يا عم نديكوا درس في البلاد. هنبقى نتابع البرنامج بتاعك. طلخة خسر 0-1 من السنبلاوين. الزرقاء كسب 1-0 مركز شباب ميت الخولي. مركز شباب الشعرة خسر 0-1 من مركز شباب اللين. سيدي سالم اتعادل 1-1 مع بيلا وتأهل سيدي سالم بضربات الجزاء. دسوق كسب عبد الناصر فاق في الاخر. دسوق كسب مركز شباب زفتة 2-0. مركز شباب المحله تعادل 1-1 مع عصمصون وتأهل عصمصون بضربات الجزاء. السلام بالسادات خسر 0-1 من غزل شبين. ميت خاقان كسب 2-0 منوف. وطن شبين خسر 0-1 من مركز شباب ابو المطامير. بدر كسب مركز شباب إتاي البارود 1-0. مركز شباب كفر بولين اتعادل 1-1 مع مركز شباب المحمودية وتأهل كفر بولين بضربات الجزاء. المنتزه اتعادل 2-2 مع الاسكندرية للبترول وتأهل البترول بضربات الجزاء. الترام كسب بهيج 2-0. مركز شباب الأباري اكتسح الجزيرة 5-0. الحرية تعادل مع السد 1-1 وتأهل الحرية بضربات الجزاء. الماظة خسر 0-1 من المصري القاهري. الطائرات اكتسح التربية والتعليم 4-0. المرج تعادل 0-0 مع المعادي وتأهل المعادي. الحديد والصلب تعادل 1-1 مع المؤسسة العمالية وتأهل الحديد والصلب. القناة الخيرية كسب مركز شباب بطة أو 3-0. شباب مسترد خسر 2-3 من بولاية دكرور وتأهل بولاية دكرور. وانا بحيي طبعا زميلنا العزيز صديقك. مين؟ صديقك بتاع الدستور. طب نفتكره الحلقة الجاية خلاص. مركز شباب عوني نافع طبعا ومحمد ابراهيم اصدقائي. مركز شباب البدرشين اكتسح العياط 5-2. الصيد خسر 1-2 من سيراميكا. مركز شباب 6 اكتوبر بشمال سيناء 4-0 على ابي صقل. نجمة سيناء 2-1 على ابو خليفة. التل الكبير خسر 0-1 من ابو كبير. مركز شباب كفر الصقر مع بلبيس مش مكتوب بالبيت. مركز شباب فقوس تعادل 2-2 مع بورتو وتأهل فقوس. النوبة 1-1 مع رباط الأنوار وتأهل النوبة بضربات الجزاء. باقي نشرة أخبار كاس مصر مع الكابتن علاء نبيل. هو النهارده اتلعب الخميس 4 ديسمبر لعب الشعب كسب 1 شباب إسنا. وملاوي ونقل المنيا تعادلوا 2-2 ونقل المنيا كسب ضربات الجزاء. ضربات ترجيح بقى. ومركز شباب إطسا 1. مركز شباب شوية 4. عمال مرصورة 5. كفر السعد 0. و6 اكتوبر بشمال سيناء 0 مع اتحاد شمال سيناء كسب 1-0. يوم السبت ان شاء الله فيها يتلعب شباب نصر الفيوم مع مركز شباب الفيوم. وهيتلعب مركز شباب منيا سمنود مع مركز شباب اجا. وكوكولا مع سكة حديد طنطا وزفتة مع بركة السبع. معانا باقي تقارير كاس مصر هناخدها الحلقة الجاية لان احنا بنعد كل اهالينا لن نترك تقرير. وبرجع واحيي الاستاذ ناصر عزازي ومحمد ابو شقرة.